طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. إليكم نشرة أخبار هذا المساء والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بالذكرى 31 لعملية فنقل التاريخية. نتائج مرضية للسيطرة على اقتلاع الأشجار في حقات. دعم مالي للمحتاجين في أوردت. روسيا تلوح بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ماريو دراغي يتولى رسميا رئاسة وزراء إيطاليا. اقتصاد بريطانيا يتكبد تراجعا قياسيا في 2020. أهلا بكم من التفاصيل. احتفل اليوم 13 من فبراير بالذكرى 31 لعملية فنقل التاريخية لتحرير مدينة موسوعة بتنظيم برامج فنية وثقافية متنوعة تحت شعار فنقل للأجيال. وقد وضعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أكاليل الزهور في نصب الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم الغالية فداء للشعب والوطن في طوالوت بمناسبة الذكرى 31 لعملية فنقل. وتضمن مراسم الاحتفال الذي جرى بالمناسبة بمشاركة محدودة التزاما بالإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، تضمن فعاليات المارشات العسكرية للقوات البحرية. في غضون ذلك نظمت برامج فنية وثقافية تليق وعظمة المناسبة العظيمة، بثت على الهواء مباشرة عبر الفضائية الإترية وصوت الجماهير الإترية ابتداء من 13 عصرا، عكست الجرائم التي ارتكبها العدو على المدنيين العزل ومعجزة عملية فنقل البطولية وتصدي الشعب والمناضل، وكذلك عملية توارث القيم والألحان والقصائد الشعرية والدراما. وفي الكلمة التي ألقتها حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بمناسبة المناسبة الإعجازية قالت أننا نحتفل بذكرى عملية فنقل للمرة 31 بفخر واعتزاز، وهي عملية وثقت تاريخ بطولي شامخ ورزين وبشرت بتحرير كامل تراب الوطن العزيز وكذلك مرحلة توارث القيم الوطنية. يذكر أن الجبهة الشعبية للتحرير الإريترية نفذت في الفترة ما بين 8 و10 من عام 1990 عملية فنقل التاريخية لتحرير مدينة وميناء موسوعة. قال مسؤول مراقبة الثروة القابية والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلاي في السهية أن أنشطة مكافحة اقتلاع الأشجار تحقق نتائج مرضية، وأوضح أن مرتكبي اقتلاع الأشجار غير القانونية يتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتعاون الشعب والجيش الشعبي وحراس الغابات. وأشار المسؤول أن انخفاض الظاهرة بنسبة أكثر من 90% نتيجة الأعمال الجارية، وموضحا ضبط الدواب المحملة بالفحم والحطب قادمة من إقليم القاش بركة في طريقها إلى كرن في مناطق بقو وقلاس وإنجنياق وأونجلي. قدم الإريتريين المقيمون في أمريكا وكندا وسويسرا والسويد وأستراليا وألمانيا والنرويج قدموا دعما ماليا بقيمة 30,000 نغفة للمحتاجين في أوردت. وأفادت إدارة مديرية أوردت أن الدعم قدم ل60 أسرة محتاجة بمعدل 500 نغفة لكل أسرة. وأوضح مقدمو الدعم أن المساهمة حسب القدرات بالوقوف إلى جانب حكومتهم وشعبهم يعتبر مسؤولية وطنية في الوقت الذي ترك فيه وباء كورونا التأثير على المستوى العالمي. تجري أعمال تقير أنابيب المياه الحديدية بالأنابيب البلاستيكية بالنفير الشعبي من فشاش إلى بلدة قحتيلاي لمسافة 3 كيلومترات. وأوضح مدير بلدة قحتيلاي السيد زرعي سناي قايم اكتمال 90% من العمل الذي تواصل لشهر حتى الآن بمشاركة 60 شخصا كل يوم. وذكر الخبير الفني للمياه حصول أغلب سكان قحتيلاي على المياه لتبديل الضخ بالطاقة الشمسية إلى التيار الكهربائي وبناء خزاني مياه.
وأشار إلى العمل الجاري لإدخال أنابيب المياه إلى المنازل بعد أن كانت تقدم من 4 محطات توزيع. وتبعد قحط العين مسافة 25 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة جندة. السادة والسيدات، فاصل أما ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. لوحت روسيا بإمكانية قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات مشددة نتيجة للتوترات التي أثارها اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني في وقت أكدت فيه بروكسل أنها تدرس بالفعل حزمة من العقوبات الجديدة على موسكو. فقد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك إمكانية لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا دفعت بروكسل في اتجاه العقوبات الجديدة المشددة. وفي وقت لاحق قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن تصريحات لافروف قدمت خارج سياقها. وأكد بيسكوف أن بلاده تريد تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال أنه إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مسار قطع العلاقات فستكون موسكو مستعدة لفعل ذلك، في إشارة لتصريحات لافروف بشأن إمكانية قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. في المقابل قالت وزارة الخارجية الألمانية أن تصريحات لافروف بشأن قطع علاقات موسكو مع الاتحاد تبعث على القلق. بعد مرور البلاد بأزمة غير مسبوقة بسبب انهيار ائتلاف جوزيبي كونتي الحكومي، وافق الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي وافق رسميا على تولي رئاسة الوزراء في إيطاليا ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء كوفيد-19. وسيترأس خبير الاقتصاد حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي الذي انهار قبل شهر، ما ترك البلاد عاجزة عن إدارة أزمة غير مسبوقة. وبعد لقائه الرئيس سيرجيو ماتريلا لقبول المنصب رسميا، اكتفى دراغي في تصريحاته بتعداد أسماء وزرائه وهم مزيج من السياسيين والتكنوقراط. وتأمل إيطاليا التي سجلت 100,000 وفاة تقريبا بكوفيد-19 في الحصول على حصة الأسد من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي تم إنشاؤه في يوليو، لكنها عليها عرض خطة إنفاق مفصلة لبروكسل بحلول نهاية أبريل. أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة كوفيد-19 انكمش بواقع 9.9% في عام 2020 في أكبر تراجع سنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. تأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا. وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1% بالفصل الرابع، أي الأشهر الثلاث المنتهية في ديسمبر الماضي، بعد مراجعة أرقام الانتعاش التي سجل 16% بالفصل الثالث. وقال وزير الخزانة ريشي سوناك معلقا على البيانات أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولا في أنحاء العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة: نفذت مدينة ألمانية فكرة مبتكرة لإيواء المشردين في أوقات الشتاء القاسية، وذلك بتركيب كبسولات نوم معزولة لتكون بمثابة ملاجئ مصقرة لهؤلاء الذين يعيشون بلا مأوى خلال الظروف الجوية الصعبة. وجهزت مدينة أولم الواقع على بعد 75 ميلا قرب مدينة ميونخ ثالث أكبر مدن ألمانيا كبسولات النوم بالحدائق العامة وأماكن أخرى ينام فيها المشردون. وتوفر الكبسولات أو كبائن النوم المصنعة من الخشب والفولاذ حماية ضد البرد والرياح والرطوبة، كما أنها مزودة بخاصية العزل الحراري وتضمن استمرار سريان الهواء النقي. ويمكن لكل كبسولة من كبسولات النوم استيعاب شخصين كحد أقصى. وقال المسؤولون عن تطوير الكبسولات أنها خضعت لبعض التحسينات وإعادة التصميم لضمان ملائمتها للاستخدام طويل الأمد، معربين عن أملهم في أن تقدم كبسولات النوم بعض الحماية والأمان لمن هم في أشد الحاجة إليها بمدينة أولم.
هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات ودمتم